الموضوع. بصوا المقدمه بتاعت الفيديو هحكي شويه حاجات كده بيرسونال يعني، فلو انتوا حابين تحضروها احضروها، مش حابين سكيب الحته دي وادخلوا على صلب الموضوع اللي انا هحكي فيه. انتوا تعرفوا ان انا كنت بصور اصلا، في الاخر طلع ان انا عامله على السلو مود مش على السينماتيك. خلينا يعني ايه، يعني نشوف هنعمل ايه في بقيه الفيديو اللي فات ده، بس المهم يعني كنت بقول لكم شايفين وشي كل ده عشان نزلت ولسه راجعه. انا كنت اصلا ناويه اصور لكم الفيديو قبل ما انزل، بس اضطريت بقى عشان انزل على طول، لان طبعا احنا كبنات بناخد وقت كتير في تحضير نفسنا، مع ان انا كنت رايحه السوق عادي. فالمهم يعني مش قادره اتكلم من كتر التوتر اللي انا خدته بسبب الحر. فحاسه ان انا عايزه اهدى كده في ثانيتين. لا انا بجد مش عارفه وشي اعمل كده ليه. يعني حاطه صن بلوك طبعا مظبطه الدنيا، بس ما فيش خالص. لحظات من الهدوء. المهم كنت بقول لكم طبعا عشان شكلي اتبهدل جدا والميك اب المفروض ساح وكل حاجه يعني، فقلت احط روج معاكم. حطيت الليب لاينر، وكنت بفرجكم على، فاكرين دي يا جماعه؟ انا مش عارفه انتوا عارفينها ولا لا. دي الروج بتاع ماما زمان. طلع ليب جلوسز تحفه من البتاع دي، وريحتها حلوه يعني الحمد لله. حاسه ان الروج او اسمه ايه ده، الليب جلوسز اللي بنجيبه مثلا ويقعد معانا كام شهر وتحسوا ريحته معفنه كده، ده انتوا عارفين قاعد بقاله 20 سنه تقريبا او اكتر، ريحته تحفه. ياه كنت فاكراه كده، بيفكرني بايام طبعا وانا صغيره في الطفوله، لما انا كنت بروح لماما اقول لها حطي لي روج. فبصراحه بقيت استخدم، هو في طبعا انا مش عارفه بتاع ايه، اثبت مش عارفه انت شايفين ده، او مش عارفه ليه. بصوا في، لا انا عايزه اوريه لكم، استنى بس. بصوا في حاجات بسيطه قوي قوي يعني. نوريكم كمان بقيه الباليت المفروض يعني. بصوا حاجات كده، مش عارفه والله انتوا اكيد عند مامتكم ده تقشوه مليان، ولا ده انت عندك كنز من الليب جلوسز ما كنتيش بتحطي ليه؟ فتقولي ما كنتش اعرف يعني. ده طلع بقى ايه عندنا احنا دلوقتي بنستخدمه، بنشحت ليب جلوس عشان نجيب الليب لاينر. اصلا فكره يا جماعه الليب لاينر وجواها الليب جلوس دي اصلا انا شايفاها ان دي حاجه تاريخيه يعني. انا ماما كانت في الوقت ده في السن بتاعها كانت بتعمل كده، فاحنا بحس حرفيا ان الموضه بتاعتنا سواء كانت في الميك اب او في الطرح او في يعني مش شرط قوي في اللبس او الطرح، بس بحس ان هي بتعيد نفسها تاني. فكره ان الليب لاينر والليب جلوس جواه ده لوحده كان موجود اصلا زمان ايام ماما يعني. هحط بقى كده، ده افتح حاجه اللي انا قلت لكم في الاول ده، بس برضو مغمق شويه. لا كده فاتح تقريبا. انا كنت في الاول حاطه واحد غامق، ممكن انا اغمقت فمش باين ان هو فاتح. اصلا تحفه الحمد لله، فضل ثابت لحد ما رحت ورجعت. بس عشان شربت ميه بقى وكده، شربت قصب، ماما شربتني قصب فاتمسح يعني. برغي كتير، بس انا عشان عايزه اهدى شويه قبل ما اتكلم، ومش عايزه ادخل جد كده معاكم، عشان انا لاحظت ان انا في الفيديوز كلها اللي فاتت كنت بدخل اتكلم في صلب الموضوع، ما بكلمكوش مثلا عن نفسي، ما بتكلمش في اي حاجه تانية، بدخل الموضوع. ده لكذا سبب. اول حاجه ان انا يعني بحب اقول على طول ادخل جوه الموضوع، وتاني سبب ان انا بحس ان انا مش مهتمه قوي ان انا اتكلم عن نفسي يعني. مش من النوع اللي هو اقعد اقول انا عملت او بعمل او حاليا كده، مش عارفه، مش ببقى بحس يعني محدش مهتم يعرف انا بعمل ايه او هعمل ايه في حياتي يعني. حاسه ان هي حاجه مش فكره برايفت، بس اللي هو مش ببقى عارفه اقعد احكي يعني عن نفسي، فهو ده بس السبب يعني. مش عايزاكم تفتكروا ان انا شخص بقى اللي هو جد مثلا، اللي هو انا مش حابه اتكلم عن حياتي الشخصيه او انا السوشيال ميديا والحاجات دي. هو طبعا
اوكي اكيد ما حدش بيحب يتكلم وانا سوشيال ميديا على حياته الشخصيه، بس على الاقل حتى تعرفوا انا مين، بفكر ازاي. امال انا عامله القناه دي ليه؟ علشان اعرفكم عن نفسي، وعلشان اشير معاكم كل حاجه بتعبر عني، علشان اعبر عن نفسي اكتر، وعلشان اقدر اشارككم اهتماماتي وافكاري. اكيد في حد بيفكر زيي، واكيد في حد نفس شخصيتي، واكيد في حد عنده نفس الاهتمامات بتاعتي ليه كتير قوي. فلذلك انا عملت الشانل دي علشان الاقي كوميونتي شبهي يعني. بس المهم هنتكلم النهارده، رغينا كتير قوي في اول فيديو 6 دقايق، مع ان للاسف دلوقتي كونتنت كرييشن بقى كل شويه هوكات، ولازم تطلعي تتكلمي اللي هو لازم في اول الفيديو اللي هو تصدميهم بحقيقه، او عارفين بقى اللي هو جو الهوكات وكده، علشان اجذبكم ان انتوا تكملوا الفيديو للاخر. سوري يعني مش بصوا، وانا مش بتكلم عليكم يعني، انا بس صريحه وبقول يعني اللي هو عايزه اقول توظف الناس، يعني توظف الناس، مش قصدي عليكم يعني، هو لسه ما عملتش جمهور يعني، بس عامه انتوا المستقبليين اللي هتيجوا في قناتي. مش بتكلم عليكم، بس انا قصدي مش عشان اجذب حد اقعد لازم اتكلم بطريقه معينه، او لازم اعمل الهوك الفلانيه، ولما اجي بقى اجرب الهوك الفلانيه ما الاقيش اصلا الفيوز مش عاليه. بلس ان انا اول حاسه ان انا مش على طبيعتي، وتاني حاجه حاسه ان انا بعمل حاجه عشان ارضي حد، فدي حاجه مضايقاني. ف اجرب الهوك الفلانيه الاقيهم بعدها يقولوا لا الهوك دي هي اللي بتنفع اكتر، اعمل ديت يقولوا لا دي بتنفع اكتر، حيروني لدرجه يا جماعه ان انا درست كونتنت كرييشن، خدت شهاده في الكونتنت كرييشن والتسويق والتصوير والمونتاج والحاجات دي والاي اي، وحاسه ان انا يعني ستيل يعني تعبت من الحاجات الكتير دي. انا كنت حرفيا ناويه اشتغل في كونتنت كرييشن. بصوا خليني اكلمكم عني شويه كده، انتوا هتقعدوا تحبوا ان تسمعوا كده عني، ولا عايزين فيديو الموضوع اللي هنتكلم فيه بشكل يعني ايه دايركت كده ولا ايه؟ بس كده عندكم الفيديوهات اللي فاتت كلها بتكلم على طول وبدخل دايركت في الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، عشان لو انتوا مش بتحبوا الرغي الكتير. المهم انا كنت حرفيا الكرسي ده في حاجه، انا كنت حرفيا لما بدات الشانل على اليوتيوب انا كنت زي ما انا قلت لكم حابه ان انا اكسبريس اشير مع الناس كل حاجه عني. بعدها انا بحب لما باخد حاجه احب ادرسها كده تلقائيا. ليه بقى اوجع دماغ؟ انا بوجع دماغ وكل اللي حواليا بيقولوا لي حبيبتي مش كل حاجه تحبيها تقومي درساها، بس انا بدرس علشان اخد كل المعلومات، اخد كل التولز، احس ان انا يعني على الاقل متمكنه او بعمل الحاجه صح. يعني ما دام بعمل حاجه اعملها صح او ما اعملهاش خالص. فالمهم درست كونتنت كريشن، قلت عادي كورس مهاره، كل الناس دلوقتي بقت كونتنت كريتور والناس بقى بلوجرز والجو ده. فانا قلت خلاص يعني انا اولى بالموضوع ده، عشان انا اصلا نفسي اعمل يوتيوب شانل من زمان، وبحب الجو السوشيال ميديا ده قوي. يعني انا اكتر واحده في عيلتي اللي مهووسه تصوير وصور وفن بقى وحاجات كتير كده. المهم خدت كونتنت كرييشن، حسيت بقى ان هو ازاي تكتبي مثلا خطه تسويقيه، مش عارفه ايه، ازاي تكتبي بوست بشكل يجذب الانتباه، لا في 100 طريقه تكتبي بيها البوست ده، في مش عارفه ايه بتاع. فانا حاسه ان انا احترت واتشتت، وايه ده انا هقعد كل شويه اعمل اللي هو ارضي عقول الناس او اعمل محتوى، يعني حاسه ان انا تهت كده. ومعرفش بصراحه هل الموضوع ده بتوهني عشان انا اوفر ثينكر وكمان بيرفكشنست، ولا الموضوع سهل وانا اللي مكبره في دماغي وخلاص. انا لسه يعني ما اشتغلتش از كونتنت كريتور في شركه مثلا او في براند او في حاجه، لان انا يعتبر انا شغاله كونتنت كريتور على نفسي، بعمل بيرسونال براندنج مع نفسي، مش هروح اعمل قصدي لحد. يعني انا حسيت ان انا مرتحتش ان انا اكون كونتنت كريتور لشركه ولا لبراند، اللي هو مش هحس ان انا يعني انا هحس ان هبقى مسؤوله، بس مش هحس ان انا بدي من قلبي في الحاجه دي. يعني انا عايزه اللي هو مش هيبقى وقت ليا انا. فانا قلت خلاص لا، الفتره الاولانيه حتى اشتغل على نفسي، ابني اسمي ولازم ابني اسمي ان شاء الله، ربنا هيوفقني
القناه بتاعتي تبقى مش هقول من اكبر القنوات يعني، مش محدده لسه حاجه، بس تكون هتكبر ان شاء الله وتعرف الحمد لله يعني. واثقه من ده جدا. بس انا استمر على النزول واجيب افكار احسن واطور دايما من نفسي. المهم يعني كنت بتضايق لما حد او كل شويه حد يقول اعملي الهوك الفلانيه، بعدها اعملي اللي هو مقدمه، بعدين اتكلمي في الموضوع، بعدين السي تي ار ومش عارفه ايه حاجات كتير. انا حاسه ان انا من كتر الحاجات دي توترت واتشتت ومش عارفه اعمل ايه وايه الصح وايه الغلط. حاسه انا بقيت بمشي ورا اي حاجه حد يعني مثلا في مجال التسويق او صناعه المحتوى يقول لك. حاسه ان هم اصلا مشتتين يعني. حاسه المجال ده نفسه من كتر ما هو كرييتيف قوي في توهان كده. والناس كل شويه بتبقى واعيه اكتر وبتبقى ذكيه اكتر. فلو انتوا مش هتضحكوا عليا بكلمه، ففكره اللي هو التطور البشري ده بيزيد اكتر. لو انت مش هتضحك عليا بكلمه، لازم تكون احنا معرفش ايه البراند ده، ولازم حاجه لو تمس احتياجاتهم ومش عارفه ايه بتاع. كل شويه بقى معلومات ورا معلومات. والمشكله ايه، على ما احاول اطبق المعلومات دي الاقي السنه عدت، فالاقي الخوارزميات بتاعت كل بلاتفورم تتغير كل سنه. اوف بجد الموضوع متعب يعني. اصلا انا بعمله مع نفسي مرهق اصلا. فبدات ايه بقى اكنسل كل ده واركز يعني ايه، ابقى واثقه في ربنا ان هو هينجحني، وابقى واثقه في ربنا ان هو اركز مع نفسي. يعني انا ماليش دعوه ولا هوكات بقى، ولا ان انا ابدا الفيديو بدخله ايه ولا مش عارفه ايه. انا تعبت بقى. كل الفيديوهات اللي عندكم اللي فاتت بهوكات. معرفش لسه الفيديوهات الجايه هتبقى عادي كده ولا لا. بس انا حاسه ان انا زي ما انا قلت لكم ما بتكلمش عن نفسي كتير. انا مش عايزاكم اللي هو تحبوني بس عشان انا بديكم المعلومه او عشان كده. انا عايزاكم تحبوا حبيبه شخصيتها as a personal branding يعني. بحب كده يعني. مثلا عندكم اي حد مشهور انتوا ممكن تكونوا مش بتحبوه عشان هو مثلا عشان دي ممثله يعني. مثلا لو ممثله انتوا مش هتحبوها عشان هي بتمثل ادوار حلوه قوي في الحته دي، مش هتركزوا. انتوا بتحبوها عشان بتحبوها، عشان هي مثلا بتعمل اعلانات، عشان هي بتتصور بطريقه معينه، بتحضر ايفنتات، بتلبس حلو بتاع. فانتوا اللي هو انا بحبها كده، بحبها مثلا في اللقاءات بتاعتها بعد المسلسلات لما بتطلع. يعني انا بحب الشخصيه دي، مش بحب اللي هو مثلت الحاجه الفلانيه لا دورها كان حلو قوي طب انا بقى هعمل دور الناقد الفني. لا يعني انتوا بتحبوا as a personal brand يعني. فبس فانا ان شاء الله يعني I wish ان انا او I dream ان انا ابقى كده، وان شاء الله هبقى كده. المهم خلونا ندخل في الفيديو بتاعنا عشان ساعة بقت وربع بتاع بقى وربع. بس انا طبعا مش هوقف الفيديو واتكلم براحتي وتصف اي حد. وايه تاني عايزه اغني لكم شويه بس مش عارفه اغني ايه. فندخل بقى في الفيديو في صلب الموضوع. عارفه الاحساس بتاع انك كل يوم الصبح بتصحي بتاخدي نيه انك تغيري حاجه في حياتك، وبعد ما اليوم ده يخلص وبيجي بالليل ترجعي بقى بتدخلي تنامي تصحي تاني يوم تنسي كل ده؟ عارفه الاحساس ده؟ انا اقول لك بقى ايه السبب. انا كنت بقول لنفسي بصراحه السنين اللي فاتت دي كلها ان انا كسوله وان انا متقلبه المزاج، وبقول ان انا مش قادره اكمل اي حاجه للاخر. وده حقيقي، بس ما كانش السبب بتاع الكسل، ما كانش السبب بتاع ان انا متقلبه المزاج. كان سبب تاني مهم قوي. بس الفكره اني ما كنتش انا اللي بقرر ما اكملش. في حاجه كانت بتخليني ما اكملش، مش انا اللي كنت بقرر ارجع للبدايه كل مره. في حاجه جوايا كده هي اللي بتجبرني ان انا ارجع تاني لنقطه الصفر او للبدايه، لحد ما اكتشفت ان المشكله مش فيا، المشكله في حاجه جوايا بتتحكم فيا بشكل اللي هو تلقائي كده من غير ما نحس، وهي جهازك العصبي. طبعا قلت في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع 23 حاجه اتعلمتها في عيد ميلادي 23، لو ما شفتهوش روحوا بليز شوفوه عشان كان عيد ميلادي من كام يوم، من اسبوع. مش عارفه الفيديو ده ينزل امتى، فاعتقد مش عارفه والله الفيديو ده هينزل امتى. المهم كان عيد ميلادي في 1/7، فلو ما عدتوش عليا ادخلوا عيدوا عليا. المهم كنت قلت نقطه مهمه قوي، ان انا اكتشفت وادركت ان تشافي الجهاز العصبي من اولى الخطوات اللي انتوا لازم تعملوها علشان في يعني في رحله التشافي بتاعتكم او الهيلينج. انا طبعا ما بداتش بيه، بس اللي اكتشفته السنه
السنه اللي فاتت ان فعلا ده من اهم الحاجات اللي تبداوا بيها في رحله الهيلينج بتاعتكم، لان هو مرتبط بكل حاجه، بصدمات الطفوله، باصلا جهازك العصبي مرتبط بان انت قبل ما تيجي على الدنيا اصلا. يعني انتوا تعرفوا ان واحنا بيبيز في لسه اجلنا المشاعر اللي هي كانت بتحس بيها احنا كنا بناخدها، كانت هي بتتنقل لنا فبتتخزن في جهازنا العصبي. يعني انتوا متخيلين لو قبل ما نيجي اصلا واحنا متعرضين لصدمات الطفوله، فالجهاز العصبي هو اللي كان بياخد كل حاجه على قلبه كده. ففعلا دي اول خطوه من خطوات التشافي. انا شخصيا كان عندي ظروف بتفرض عليا الضغط المستمر، الارهاق، الحاجات دي، وطبعا كل واحد عنده ظروفه، وما كانتش بايدي ان انا اوقفها حتى لحد دلوقتي. بس في وقت من الاوقات حسيت ان انا بلف في نفس الدايره وما بتنتهيش، بحاول اتغير وبرجع تاني للبدايه، وما كنتش فاهمه ليه بصراحه، لحد ما بدات اتعلم عن الجهاز العصبي. قررت كده اجيب كتاب اعاده برمجه جهازك العصبي. قلت لا، انا همسك افصفصه كده واطلع فيه كل المعلومات، بحيث ان ان انا اقدر اخد التمارين واخد كل حاجه بتتكلم عنه، افهم الجهاز العصبي ده ايه عشان احاول اعالج نفسي بيه. وانا اوريدي كان عندي معلومات قبل كده سابقه يعني عن موضوع الجهاز العصبي، لان انا قلت لكم ان انا متعمقه واعتبر بصوا قولوا عليا ان انا باحثه ومفكره في العلوم الانسانيه، وعشان انا خريجه علم اجتماع. واصلا انا بعشق علم نفس قوي. وقفت على نص درجه يا جماعه عشان ادخل، كنت هدخل علم نفس بس وقفت على نص درجه، فاضطريت ادخل علم اجتماع. فقلت خلاص هبقى اكمل بقى الدراسات بتاعتي بعد علم اجتماع، وانا عشان لسه متخرجه من سنه، فلسه الحمد لله بدور على بس دبلومات ومش عارفه ايه كده، قلت لكم حاجات عني. المهم، فانا طبعا كنت باحثها في علم النفس ده من زمان، من وانا في الاعدادي. ما كنتش اعرف اصلا ان ده اسمه علم نفس، يعني انا كنت بحبه قوي، ما كنتش اعرف ده ايه اصلا. فبس يعني لحد دلوقتي بقى بقرا كل كتبي اللي في المكتبه، هبقى اوريها لكم واعمل لكم تور كده فيها، اللي عليها الزرعه دي، الشجره دي. اوريكم بقى كل كتب علم النفس اللي عندي، مش اكاديميه، كتب عاديه بتاعت كتاب يعني ودكاتره. فتلاقوا كل كتب عندي دكاتره. فبس فعشان كده انا كنت متعمقه شويه بقى، يعني بيبقى عندي فضول افهم ايه هو الطفل الداخلي، ايه هي صدمات الطفوله، ايه هي الجهاز العصبي، ايه هو الحاجات دي، افهم كل حاجه. ومش بقى ان انا اخد فيها كورسات بشكل مكثف يعني، عشان هتبقى يعني ديب قوي، لكن انا كنت باخد المعلومات دي كلها لنفسي. وحتى الكورسات اللي خدتها كانت لنفسي، ما كانش هدفي قوي ان انا اللي هو في تحدي، يعني انا كنت باخدها لنفسي وانا بس عشان بحب الخير. فكنت اي معلومه بتعلمها لازم اشيرها مع اي حد. فعشان كده انا حبيت افتح الشانل برضو، ان انا حاسه ان انا دماغي بقت هتنفجر من كميه المعلومات ومن كميه المشاعر، حابه ان انا اشاركها مع حد ما يعرفنيش. فكان ده اللي كان بيخليني دايما ابحث واغوص جوه المعرفه. فانا عايزه افهمكم عن الجهاز العصبي، حاول افهمكم كده بشكل مختصر. الجهاز العصبي هو اكتر من مجرد اعصاب، عباره عن ذاكره ديب قوي لجسمك، ذاكره عميقه لجسمك. وفي كتاب The Body Keeps the Score لدكتور بيسل فان ديركولك، مش عارفه ايه كده، بيقول لك ان الصدمه مش بس في دماغك، الصدمه بتبقى محفوظه في جسمك. وده بيؤكد كلامي اللي انا قلته لكم. طبعا انا مش جبته كده يعني، انا جايباه من دراسات وحاجات، انه احنا في بطن امهاتنا المشاعر اللي كانت هي بتمر بيها او تحس بيها كانت بتتنقل لينا، فكانت اوريدي يعني محفوظه في جسمنا، بنحس بيها. وكمان لما طلعنا لسه واحنا بيبيز، كانت يعني كنا بناخد الصدمات، اي صدمه بنتعرض ليها، مجرد صدمه بس ان انت تتولدي او ان انت تتولد، مامتك ما تحطكش على جسمها كده اول ما تتولد، دي لوحدها ممكن تعمل صدمه للطفل، تخيلوا. فبجد الصدمات بتتخزن مش بس في الدماغ، بتتخزن في الجسم، ودي حاجه اصعب. لان يا جماعه الصدمه لما بتبقى في عقلنا كان سهل ان احنا ننساها، لان ربنا انعم علينا بنعمه النسيان، ولكن بقى في جسمنا هننساها ازاي؟ الكتاب اصلا كبير، انا لسه ما قريتهوش قوي يعني، انا قريت لسه بقرا في اعاده برمجه جهازك العصبي، لان The Body Keeps Score 500 صفحه، فانا مش هقدر على كده بصراحه، بالذات لو هو PDF يعني. فكل موقف وحش انت مريت بيه في حياتك، كل مره حسيت بيها بألم، بخطر، بخذلان، باي حاجه، كانت بتتحفظ في جسمك. وبرغم انك طبعا ممكن تكون نسيت الذكرى ديت، بس هي ستيل متخزنه. ازاي بقى؟ ازاي بيحصل ده؟ جسمنا يا جماعه عنده جهاز كده انذار
او تحذير اسمه اميجدالا. الاميجدالا دي جزء صغنون كده في الدماغ، وظيفتها كلها ان هي تحمينا. فلما تمر بموقف صعب او مؤلم وانت صغير، زي مثلا حد بيزعق لك او بيزعق عامه، تحس انت حد زعق في الشارع، حد زعق في البيت، اي حاجه، الاميجدالا دي بتحفظ الاحساس ده في جسمك. يعني هو ممكن يكون ما زعقلكش انت ولا زعق في حاجه، هو بس صوته عالي بس كده ثانيه، الاميجدالا دي بتحس ان هي في خطر، تعمل جهاز الانذار وتقوم متخزنه في جسمك. فهي مش بتحفظ الذكرى بالظبط، هي بتحفظ الاحساس اللي انت كنت حاسه في الوقت ده. فده بقى الانيل. ودلوقتي لما بيجي موقف مشابه للي انت مريت بيه ده، ممكن يكون حتى الموقف مختلف بس الاحساس نفسه، الاميجدالا دي بتصحى وبتقول خطر خطر خطر، وجسمك بيحس بنفس الاحساس القديم تاني حتى لو كان الموقف مختلف، وبيتصرف اوتوماتيكي بالسلوك اللي هو كان ساعتها خده. يعني مش انت اللي بتقرري انك ما تكمليش، هو جسمك اللي بيقولك ان هو مثلا خايف وقفي. فجسمك بيتصرف على اساس اللي اتعلمه قبل كده واللي حس بيه، مش على اساس اللي انت عايزاه دلوقتي. وده ممكن نفسر اللي ممكن حد يزعق فيكي وانت مثلا شحطه كبيره، وفي الاخر يجيلك بانيك اتاك. او مثلا حد يزعق فيكي وانت عندك 30 40 سنه ويجيلك بانيك اتاك، بتحسي الموقف اصلا مش مستاهل انت يجيلك البانيك ده. فده بسبب ان حد زعق فيكي وانت صغيره وما عالجتيش هذا الجرح او هذه الصدمه. والحاجه بقى الجميله يا جماعه ان الحاجات ديت مش بشكل اللي هو ابدي او ان انا ما اقدرش اغيرها، لا ده سهل ان انا اغيرها، بس بتحتاج ان انت تعلمي جهازك العصبي اكنه لسه بيبي، بنعلمه من اول وجديد، بنعوده بندربه. مش محتاجه تكوني قويه، مش محتاجه تجبري نفسك ان انت تعملي الحاجه الفلانيه ديت او ان انت ما تتاثريش، ولا كمان محتاجه تنسي اللي حصل، بس محتاجه تبداي تفهمي جسمك. انا بس الفيديو ده كنت بكلمك عن الاحساس اللي بتمري بيه ايه سببه، ما كلمتكيش عن ازاي نعالج هذا الاحساس. فاهدي عليا كده عشان ما تكتبليش في الكومنتس طب انا ما استفدتش حاجه من الفيديو او بلا بلا بلا، ما حدش يقدر يكتب لي كده. المهم يعني انا بس كنت بكلمك عن الاحساس اللي انت ممكن تكوني حاساه ومش فاهمه او مش عارفه تفسريه. ففي الفيديو الجاي هنتكلم عن الادوات وكل التولز الخاصه بازاي نعيد برمجه جهازنا العصبي. فلو الفيديو ده لمسك ابعتيه لحد بتحبيه، او اعملي له شير. ولو عندك اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتس بخصوص الفيديو ده او بخصوص اي حاجه تانية، عايزه تكتبي لي اي اقتراح لفكره فيديو انت عايزاها مني، يا ريت بجد تكتبي ده. ولو عوزتي تتكلمي او عوزتي اخت ليكي، حد ينصحك، حد يفكر معاكي، تاخدي رايه في حاجه او كده، انا موجوده على الانستجرام، ابعتيلي اوكي. بس كده ما تنسيش تعملي لي سبسكرايب وكومنت حلو زيك ولايك وشير. بس كده، تشاو تشاو.